السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا شباب؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وعافية وسلام ودايما ان شاء الله موفقين. رجالتنا رجالة بريب 2 ان شاء الله. ده اول درس، احنا عارفين متأخرين عليكم فهننزله لك كورشة. ورشة يعني مراجعة، تمام؟ فهننزل لك شابتر 1 شابتر 2 الأسئلة عليهم، تبقى كأنك بتراجع، بس انا مش بدي لك مراجعة، ده انا بدي لك شرح وافي وكافي جدا جدا يعني، تمام؟ فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ قال لي والله يا مستر اول حاجة هنعملها هدي لحضرتك الدرس بشرحه لك، تمام؟ ثم ايه تاني؟ قال لي بعد كده هقوم جاي قاري من البدايه الدرس بيقول ايه. صعبه دي؟ يلا بينا، بسم الله. اول حاجه جاء قال لك يا مستر ما تقوليش اول حاجه، لان انا من بريب 1 جاي. صباح الفل. بريب 1 دي ظبطتني حبيب قلبي، ما تشيلش هم بريب 1، ماشي؟ فانت كانك حذفت بريب 1 بس مش قوي يعني، مش قوي عشان خاطري، تمام؟ بس ما تقلقش انا هفكرك ببريب 1. حضرتك خدت في بريب 1 انك هتخش على السخن. تعالى نخش على السخن. خدت في بريب 1، انا بتكلم معاك، يلا بريب 1 ماشي، براجع معاك، الكلام ده مش جديد. حاجه اسمها the structure of matter. structure اساس الماده. الماده بتتكون من ايه؟ الكومبوزيشن بتاع الماده. ساعتها خدت حاجه اسمها ماتر، وقلنا ان الماتر ده قال لك يا مستر عرفولي، قال لي الديفينيشن بتاعه، قال لي anything معلش anything that has mass and volume and occupies space. دي اي حاجه بس احنا مش هناخد اي حاجه. في بريب 1 قال لك خلي بالك اي حاجه دي مش معناها اي حاجه، لا ده ليها اكسبشن صغير. anything بتكون حاجه non living، عشان تقول على الماده ماده لازم تكون حاجه non living. يبقى اتفقنا احنا ما خدناش حاجه. بقول لك انت من بريب 1 خدت تعريف الماتر كاني ما قلتهولكش لحد دلوقتي. قلت لك ايه؟ عشان تقول على الماده على حاجه ماتر لازم حبيب قلبي تبقى non living، يعني مش حاجه، يعني انت ماده لا انا مش ماده، ماشي لحد كده في مشكله؟ طب anything that has mass and volume، عندها كتله. mass يعني كتله، عندها فوليوم عندها حجم، عندها occupies تشغل الحيز، space يعني الحيز، الفراغ، المكان. لحد كده في مشكله؟ يبقى لحد دلوقتي لو انا عايز اتكلم عن القلم ده، ماشي، ده ماتر ولا لا؟ ماده ولا مش ماده؟ تقوم قايل لي يا مستر اي حاجه نون ليفينج، فده غير حي. فلحد كده اول حاجه كويسه. عنده ماس، عنده كتله، عنده كتله. عنده فوليوم، عنده فوليوم معين، شكل معين. طب لو انت حطيته بياخد مكان، بياخد اوكوبايز سبيس، بياخد مكان، واخد مكان على ايدي اهو، يبقى بالتالي القلم ده ماتر. عرفت يعني ايه؟ ساعتها كمان في بريب 1 قال لك انا عايز اعرفك يعني ايه ماتر اكتر، تمام؟ ساعتها راح جه اداك حاجه اسمها اللايم ستون. لو تفتكر كانت ايه اللايم ستون دي؟ كانت الحجر الجيري، صح كده؟ كانت الحجر الجيري. كان الحجر الجيري ده بيتكون من CaCO3 اللي هي كالسيوم كربونات. الكالسيوم كربونات ده كان بيتكون من كونتين اتم شبه الكالسيوم، سبحان الله، شبه الكربون، شبه الاكسجين. صعبه دي؟ ماشي. فقال لك ان اللايم ستون ده هو مين؟ هو الماتر بتاع حضرتك، هو الماتر اللي بيتكلم عنه، ماشي؟ الماتر ده بيتكون من حاجه اسمها موليكيولز، جزيئات. صعبه كده؟ الموليكيولز دي بتتكون من حاجه اسمها اتوم، ذرات. حد كده في مشكله؟ يبقى قال لك عموما بعد ما خدنا الديفينيشن بتاع الماتر، عرفنا يعني ايه ماتر؟ اللي اي حاجه غير حيه، عندها كتله، عندها حجم، عندها سبيس، عندها مكان، بتاخد مكان. فبنقول يعني ايه كلمه ماتر؟ يعني ايه ماتر؟ قال لي ماتر اي حاجه، اي شبه القلم، شبه الحجر الجيري، شبه اي حاجه. طب عايزين نفسر الماتر بتتكون من ايه؟ قال لك الماتر بتتكون من حاجه اسمها موليكيولز، بعد كده بتتكون من حاجه اسمها ماتر، اتوم. موليكيولز دي اللي هي الجزيئات. جزيئات راح اداك مثال، اداك اكزامبل شبه ده في بريب 1، كل ده بتكلم على بريب 1. اداك اللايم ستون اللي هو الحجر الجيري بيتكون من موليكيولز شبه Ca، بعد كده CO3 يتكون من اتوم. طب ممكن اسالك سؤال، الكلام ده ايه؟ الكلام ده يا مستر يعني في اتوم ذرات، حاجات صغيره شبه الكربون بتخش مع شبه الكالسيوم مثلا، بتخش مع تتحد مع مثلا
مع كربون مع شويه اكسجين شويه، ده بالمفهوم البلدي العقيم ده عارفه. فيعملوا كتل اكتر، فيعملوا لك CaCO3 متكثفين مع بعض. شويه بقى مستر CaCO3 مع شويه CaCO3 مع شويه CaCO3 مع شويه مش عارف ايه، يديك ماتر اللي هو الحجر الجيري. صعبه كده. نخش بقى في بريب 1. ماشي. بريب 1 بيقول لك احنا مش عايزين ندرس الاستراكشر، احنا عايزين ذا ستيت، حالات الماده، ذا ستيت اوف ماتر. عايزين حالات الماده يا صديقي. ايه حالات الماده؟ يعني الماده اللي احنا خدناها دي، الماده اللي احنا خدناها دي عايزين نعرف هي بتوجد في حياتنا ازاي. حلو. بس ممكن قبلها اقول لك على حاجه حلوه. ممكن تقول لي الديفينيشن بتاع الماتر. ليه مستر بتقوله لي تاني؟ عشان هو عليك في بريب 2. فبقول لك فبالتالي الديفينيشن بتاع الماتر، تعريف الماتر، تقوم قايل لي anything that has mass and volume and occupies space. لو جالك بقى في الاختيارات، ماشي، في الام سي كيو، هتقعد بقى في دماغك يعني ايه يجي لي في الاختيارات. يعني مثلا جالك في الاختيارات قال لك ميوزك، الموسيقى تعتبر ماده ولا لا؟ ساعتها في ناس بتغلط للاسف يا صديقي، والله في ناس بتغلط. بالتالي العمل ايه ساعتها؟ العمل ان انا عملت تريكايه حلوه كده، قلت لما يجي يسالك عن ماتر، يجيب لك اي ماده ويسالك عن ماتر، تطلع من الماتر دي 4 لاينز، 4 خطوط. صعبه كده. اول حاجه تقوم قايل اول شرط تبقى نون ليفنج، تاني شرط يبقى عندها ماس، تالت شرط يبقى عندها فوليوم، ورابع شرط تبقى بتاخد سبيس. فقلت لك اغنيه، اول ما حد يقوم قايل دي ماتر ولا مش ماتر، تقوم قايل له ثانيه اطلع 4 لاينز، ليفنج ولا نون ليفنج؟ نون ليفنج. عنده ماس، عنده ماس، عنده فوليوم، عنده فوليوم، عنده سبيس، عنده سبيس. قول معايا. انت يا قلم ليفنج ولا نون ليفنج؟ اقف اطلع منك 4 لاينز. انت نون ليفنج ولا ليفنج؟ انا نون ليفنج. عنده ماس، عنده ماس، عنده فوليوم، عنده فوليوم، عنده سبيس، عنده سبيس. يبقى بالتالي حضرتك بتعمل كده. طب انا مستر جالي في الامتحان ميوزك، على فكره دي في كتاب المعاصر، حتى افتح اول صفحه هتلاقي السؤال ده. الميوزك تعتبر موسيقى ولا لا؟ لا ما بتعتبرش. لا مش هجاوب يا مستر، هطلع منها 4 لاينز. يلا انت نون ليفنج، اول شرط زي الفل. انت عندك ماس، استنى، هي الموسيقى اللي انت بتسمعها عندها كتله؟ لا ما عندهاش كتله، ما عندهاش ماس، يبقى بالتالي الميوزك دي مش ماتر. شفت انا جاوبت في ثانيه، في ثانيه بفضل الله. طيب انا عشان كده اديتك الديفينيشن من تاني عشان تبقى مركز معايا، واديتك كمان سؤال عليه. طب جميل. بعد كده قال انا عايز اعرف عنوان درسنا ستيت اوف ماتر، حالات الماده. قال لك الماده في منها يا اما توجد في حياتنا كسوليد، كحاجه صلبه، يا اما توجد كليكويد، يا اما توجد كجاز. بعد كده في مشكله؟ مفيش اي مشكله. السوليد ده القلم لو انا رميته هيطلع صينيه كفته؟ لا، هيطلع هو القلم، هيطلع هو القلم. ليه يا مستر هيطلع هو القلم؟ عشان هو صلب، عشان الموليكيولز بتاعته ماسكه في بعض. ايه ده؟ احنا خدنا في بريب 1 موليكيولز واتوم. احنا بقى انت فهمت قصدك، انت عايز تاخد الستيت بتاعتها وتشوف الموليكيولز هنا عامله ازاي، والموليكيولز هنا عامله ازاي، الموليكيولز هنا عامله ازاي. صح كده؟ صح بالظبط كده. فالسوليد الموليكيولز بتاعته تخيل هتبقى عامله ازاي؟ ما يا مستر هتبقى قريبه من بعض جدا. ليه يا حبيب قلبي تبقى قريبه من بعض جدا؟ عشان السوليد صلب ماسك جدا، فبالتالي الموليكيولز لازم تبقى قريبه جدا. طب الليكويد؟ قال لي لا يا مستر، ده انا بحط كوبايه وجيت مثلا رميتها في واحد صاحبي، ففي شويه هيفضلوا في الكوبايه، في شويه هيتنطروا في مكان، او بلاش وانا برميها في شويه راحوا هنا، في شويه راحوا هنا، وفي شويه مثلا كانوا شويه قطرات ماء ماسكين مع بعض فعاملين شويه ميه مثلا جروا في الارض، وفي شويه كانوا نطرات ميه. ايه ده؟ انت عايز تقول لي ان الموليكيولز ولا قريبه ولا بعيده؟ يعني في مسافات بينهم بس ولا قريبه ولا بعيده؟ طب الجاز؟ لا ده امسك الجاز كده، اعرف امسك الجاز مش هتعرف. ليه؟ الموليكيولز بعيده جدا عن بعض جدا. ماشي. طب بعد ما اديتني الحته دي اديك بقى فكره وانت تستنتج عليها بعد اذنك. تعالى كده ركز معايا. احنا عندنا بين الموليكيولز هنا موليكيول مثلا وهنا موليكيول، ماشي؟ حاجتين لازم تعرفوا. اول حاجه اسمها اتراكتيف فورس، القوه الجاذبه، لازم مهمه تعرفها. وعندنا حاجه تانية اسمها انتر بارتيكل، انا اسف، انتر بارتيكل سبيس. مش فاهم حاجه. تعال بيقول لك ما بين الجزيئات، تخيل ايدي موليكيول وده موليكيول،
بين الموليكيول في حاجه اسمها اتراكتيف فورس، قوه بتجذبهم. اتراكتيف يعني جاذبه، صفه. فورس يعني قوه، حطهم مع بعض، قوه جاذبه، قوه بتجذب، صح كده؟ تخيل بقى معايا انا معايا موليكيول هنا ومعايا موليكيول هنا، بيبقى في ما بينهم بيشدوا بعض. قوه الشد دي او اللي بيشدوا بعض دي كده اسمها قوه. ففي ما بين الموليكيولز حاجه اسمها اتراكتيف فورس. حد كده في صعبه؟ يبقى تاني، في ما بين الموليكيولز حاجه اسمها اتراكتيف فورس، ما بينهم بيشدوا بعض، بيجذبوا بعض، هكذا. تمام؟ الاتراكتيف فورس دي ممكن اسالك سؤال، لو انا قوتي جامده تقوم قايل لي يا مستر هتشدني جامد، فلما نشد بعض جامد، ايه اللي هيحصل؟ هنقرب من بعض. تخيل اهو، انا قوتي جامده قوي فبشدك، فبالتالي هنقرب من بعض. نقرب من بعض، المسافات اللي ما بيننا هتقل، صح؟ احنا كان مسافات كبيره، لما قوتي زادت شدتك اكتر، مسافتي قلت. زود قوتك، مسافتي قلت. القوه تزيد، المسافه تقل. تعالى بقى الحته دي انا محتاجها. يبقى لحد دلوقتي احنا خدنا حاجه اسمها اتراكتيف فورس تبقى موجوده ما بين الموليكيولز، صح كده؟ ولو الاتراكتيف فورس دي زادت، لو الاتراكتيف فورس مثلا زادت، المسافات اللي ما بين الموليكيولز هتبتدي ان هي تقل، صح كده؟ حد كده في مشكله؟ الديستانس يعني البارتس او السبيس، ديستانس ايه؟ ماشي، السبيس هتقل، المكان هيقل. ده حد كده في مشكله؟ قال لك بقى تخيل المكان اللي قل ده اللي انا اخدته ده ليه اسم. تخيل ما بين الموليكيولز حاجه ثانيه اسمها انتر بارسل سبيس. ممكن اسالك سؤال، المكان اللي بين الجزيئات ده ممكن تقوله لي بالعربي؟ تقوم قايل لي المكان اللي بين الجزيئات. بس انا عايزك تقول كده، المكان اللي بين الجزيئات، صح؟ انت اللي قلته بنفسك. ممكن تترجمه بقى بالانجلش. المكان يعني سبيس ماشي؟ حد كده في مشكله؟ جزيئات يعني بارسل. بين يعني انتر. ايه ده؟ طلع لك حاجه اسمها انتر بارسل سبيس. اللي هي ايه الانتر بارسل سبيس؟ المسافات اللي بين الموليكيولز، اسمها بالعربي المسافات البينيه اللي بين الجزيئات. مش عليك طبعا العربي، انا بفهمك ليه، بفهمك يعني ايه. تمام؟ يبقى انت عندك حاجه اسمها انتر بارسل سبيس. يبقى تاني احنا دلوقتي خدنا يا مستر ان احنا عندنا الموليكيولز بيبقى فيها ما بينها حاجه اسمها اتراكتيف فورس وحاجه اسمها انتر بارسل سبيس. طب يا مستر عايزين بقى نعمل ريليشن شيب بين الاتراكتيف فورس والانتر بارسل سبيس. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو القوه بتاعتي زادت، لو الاتراكتيف فورس زادت، ايه اللي هيحصل للانتر بارسل سبيس؟ ايه الانتر بارسل سبيس دي؟ المسافه اللي بين الموليكيولز. تاني، ايه الانتر بارسل سبيس؟ المسافه اللي بين الموليكيولز، الحته اللي بين الموليكيولز. ايه اللي هيحصل لها؟ قال لي يا مستر لو الفورس زادت فانا هشدك جامد فهقرب، فالديستانس فالسبيس بتقل، المسافه بتقل، السبيس بيقل. ايه ده؟ يعني العلاقه ما بين الاثنين، لو الاتراكتيف فورس زادت، دي كده يعني علامه زياده. اللي هيحصل للانتر يعني بين بارتيكل سبيس هتقل. حد كده في مشكله؟ لو انا قوه شدي زادت، لو الموليكيولز شدوا بعض، المسافه اللي ما بينهم دي هتقل. حد كده في مشكله؟ يبقى احنا لحد دلوقتي خدنا ايه يا حبايبي؟ خدنا ان احنا عندنا بصفه عامه بين الموليكيولز في حاجه اسمها مستر حاجتين، حاجه اسمها اتراكتيف فورس وحاجه اسمها انتر بارتيكل سبيس. انتر بارتيكل سبيس، مش عارف ليه جاي معايا النهارده ان انا اقولها انتر بارتيكل سبيس. ماشي، يبقى في انتر بارتيكل سبيس ما بينهم. انت يعني بارتيكل يعني جزيئات، انتر يعني بين، سبيس يعني مسافه. حد كده في مشكله؟ قال لي بقى نرجع لدرسنا. ستيت اوف ماتر في منها صلب وفي منها ليكويد سائل. ليكويد يعني سائل، حاجه سائله. وفي منها جاز يعني غاز. ماشي؟ السوليد يا مستر انت بقى قول لي الموليكيولز بتاعته عامله ازاي. تقوم قايل لي يا مستر لازم تبقى من تاني بنقول مع بعض لازم تبقى لازقه في بعض. ليه؟ قال لي عشان بص لازم تبقى لازقه في بعض عشان السوليد ماسك في نفسه. طب تعالى بقى بص معايا، معنى انه يبقى ماسك في نفسه، شايف انت الانتر بارسل سبيس؟ مفيش، قليله جدا. انت اللي هتستنتج معايا دلوقتي. الانتر بارسل سبيس المسافات البينيه، عشان احنا في السوليد بنبقوا لازقين في بعض، فالمسافات اللي بيننا مفيش، فبالتالي الانتر بارسل سبيس قليله جدا. معنى ان الانتر بارتيكل سبيس قليله جدا،
يبقى معنى كده ان الاتراكتيف فورس كبيره. مش احنا لسه واخدينها؟ لو قوتي زادت السبيس بتقل. اقول لك على حاجه، او لو اتراكتيف فورس زادت السبيس بتقل. حط الاغنيه دي عندك، اتراكتيف فورس تزيد السبيس بتقل، اتراكتيف فورس زادت السبيس بتقل. صعبه؟ فبالتالي في السوليد لازقين في بعض، فالاتراكتيف فورس هنا كبيره وهنا قليله. يبقى تاني الحاجات اللي بتميز السوليد بقى ان عندها اتراكتيف فورس كبيره سترونج، وان عندها انتر بارتيكل سبيس مالها يا عم؟ لو، ضعيفه. مثلا ممكن نقول ايه؟ ويك. صعبه كده؟ الليكويد انت بنفسك برضو قلت لي يا مستر ولا بيبقى لازق في بعض ولا بيبقى ولا حتى يعني ولا بيبقى كلوز ولا فار ولا قريب ولا بعيد، فبالتالي في مسافات. يعني انا بقارن بين هنا، معنى كده ان الانتر بارتيكل سبيس هنا يعني اكبر شويه من السوليد، فاكبر شويه تمام. طيب معنى ان الانتر بارتيكل سبيس هنا زادت، انت بقى ترد عليا يبقى الاتراكتيف فورس هنا قليل اقل من السوليد. طب تعالى في الجاز بقى. الجاز انت برضو بنفسك قلت لي ده بعيد جدا، معنى كده ان الانتر بارتيكل سبيس بص عامله ازاي؟ كبيره جدا. يبقى الانتر بارتيكل سبيس، وانا ليه بحط التي هنا؟ انتر، معلش الاختصار انتر بارتيكل سبيس، انتر بارتيكل سبيس برضه ماشي. انتر بارتيكل سبيس، انتر بارتيكل حول ولا قوة إلا بالله. ولا يهمك والله ولا يهمك، ولا ده عشان نصحح حاجة. معنى كده ان الانتر بارتيكل سبيس هنا قليلة، الانتر بارتيكل سبيس هنا اكبر شوية. هنا بقى انتر بارتيكل سبيس كبيرة جدا، يبقى الانتر بارتيكل سبيس مالها كبيرة جدا جدا كمان. تمام. يبقى معنى ان هي بقى تبقى كبيرة، معنى ان انا في مسافات كتيرة جدا، يبقى انا مش عارف اشدك، انا قوتي قليلة خالص. كل لما الاتراكتيف فورس تزيد السبيس بتقل، فمعنى كده ان دي زايده، يبقى معنى كده ان الاتراكتيف فورس هنا مالها يا عم؟ لا قليله جدا كمان. صعبه دي. ناخد بقى شويه حاجات، شويه بروبرتيز بقى. السوليد اول حاجه هناخدوها حاجه اسمها الفلوبيليتي، الانزلاقيه. بقول لك ايه، واحنا خدنا ايه؟ خدنا مستر دلوقتي خدنا الديفينيشن بتاع الماتر، وقلنا ان الماتر anything that has mass and volume and occupies space. بعد كده قلنا لو جه سالك عن الماتر بنطلع 4 لاينز عنده يلا anything بيكون نون ليفينج. يبقى اول حاجه ليفينج ولا نون ليفينج؟ هتقول الاغنيه بتاعتي ليفينج ولا نون ليفينج؟ نون ليفينج. عنده ماس عنده فوليوم عنده سبيس. بعد كده في مشكله؟ ده لما يجي يسالني في الام سي كيو ماشي، في الاختيارات. طب بعد كده خدنا ايه تاني؟ خدنا ان احنا عندنا الماتر بتتكون من موليكيولز. الموليكيولز دي بتتكون من ايه؟ من حاجه اسمها اتوم. اللي ما بين الموليكيولز دي في حاجتين، حاجه اسمها اتراكتيف فورس وحاجه اسمها انتر بارتيكل سبيس. والعلاقه ما بينهم كل لما الاتراكتيف فورس تزيد السبيس بتقل. صح كده؟ وبعد كده اسقطناهم على السوليد، وقلنا ان عنده الاتراكتيف فورس مالها يا حبيب قلبي؟ كبيره جدا يا مستر. الاتراكتيف فورس هنا كبيره جدا، والانتر بارتيكل سبيس اكيد عكسها، عكسها قليله. ليه؟ اصل السوليد ماسك في بعضه جامد، فبالتالي هيجذب بعضه جامد، فبالتالي الاتراكتيف فورس هنا جامد. الليكويد انت قول معايا بقى، لقينا الانتر بارتيكل سبيس بتاعته مالها؟ كبرت شويه، يبقى الاتراكشن او الاتراكتيف فورس ماله عامل حاجه قليل. طب تعالى بقى عند الجاز. لقينا الاتراكتيف فورس مالها قليله جدا جدا. ليه؟ عشان المسافات بتاعته كبيره. الانتر بارتيكل سبيس مالها يا عم الحاج؟ مالها كبيره جدا. صح كده؟ بعد كده دخلنا على شويه بروبرتيز هنسقطهم على السوليد والليكويد والغاز. هفهمك يعني. اول حاجه عندنا حاجه اسمها فلوابيليتي. الفلوابيليتي
بنسميها الانسيابيه. الانزلاق، بص عارف الجيلي بينساف كده، دي اسمها فلوبيلتي. عارف الميه في الحنفيه بتجري، دي اسمها فلوبيلتي. يعني بقى فلوبيلتي؟ تخيل هاجلطك دلوقتي، هاجلطك والله. يعني فلوبيلتي اذا قابلتي تفلو. ايه ده؟ اه والله ده تعريف، ده الديفينيشن عندك في المنهج. الانسيابيه هي قدره الشيء على الانسياب. مش عارف ماشي. فده تعريف فلوبيلتي، اذا قابلتي تو فلو. نرجع نكتب تاني بقى. اذا قابلتي تو فلو. ماشي. يعني ايه انسيابيه بقى؟ يعني الجري. عارف انت الميه لما تجري في الارض، عارف انت الجاز ده بتمسكه، لا ده بياخد حجم الاوضه، فبالتالي الغاز ده بيجري بيتحرك، دي اسمها فلوبيلتي. طب ممكن اسالك بقى سؤال؟ السوليد عنده فلوبيلتي؟ لا يا مستر ما عندوش. الجاز القلم ده سوليد صح؟ بيجري على ايدي. ثم لي لو هزيته هيعمل كده فهيجري. ايه ده؟ يعني لا انا حاطه على التيبل مثلا على ايدي ماسكه، هو بيتحرك؟ لا. لكن لو حطيت شويه ميه مسكتهم على ايدك هينزلوا، لان هي من الفلويد. لو حطيت جاز مش هتعرف تمسكه، فبالتالي برضه هي من الفلويد. يبقى السوليد مش من الفلويد. فلويد، بص كلمه فلويد يعني المواقع. مش احنا خدنا الناون اللي هو فلوبيلتي اللي هي بص ناون يعني انسيابيه. فلويد بقى بتسمى المواقع، الاسم الصفه المواقع. بيشمل ايه بقى الاسم ده؟ بيشمل حاجتين، ليكويد عايزك تستنتج، وبيشمل حاجه اسمها جاز. ليه يا عم الحاج؟ عشان الاثنين سبحان الله، تخيل الاثنين بينسابوا، الاثنين عندهم الابيلتي تو فلو. طب والسوليد من الفلويد؟ لا مش من الفلويد. ليه مش من الفلويد؟ ليه؟ يعني انت بنفسك هتعرف. عشان تخيل السوليد ماسك في نفسه جامد، فبالتالي ما بيتحركش. صعبه دي اول بروبرتيز. ماشي. ايه تاني؟ قال لي صحيح احنا عايزين ناخد السوليد، الليكويد، الجاز، في حته كده حلوه كده. اول حاجه عايز اسالك في حاجه اسمها الشيب، الشكل، وهسالك في الفوليوم. ماشي. الشكل بتاع السوليد انت بنفسك قلت لي ساعتها، انا بقى قلت لك ايه؟ موليكيولز قريبه من بعض. طب هنا بص احفظها لك. السوليد بص very close to us، يعني قريبين من بعض جدا، الموليكيولز قريبين من بعض، فالسوليد very close to us. طب والليكويد ولا كلوز ولا فار. طب والجاز very far. ماشي صعبه دي. السوليد very close to us. طب والليكويد ولا كلوز ولا فار. طب والجاز very far. ماشي. دي الرسمه بتاعت حضرتك. الشيب بقى معايا قلم، شكل القلم لو انا سبته على في حته معينه وجيت بعد سنتين ثلاثه الشكل بتاعه اتغير؟ لا هو نفس الشكل. فبالتالي الشيب بتاعي السوليد فيكسد ثابت. طب الفوليوم بتاع السوليد الحجم بتاعه ثابت، والله ثابت فيكسد. لاحظ حاجه؟ الاثنين ثابتين في السوليد. ماشي. طب بص بقى في الليكويد الشيب لا مش ثابت. لو جبت ميه حطيتها في حله هتاخد شكل الحله. لو جبت ميه نفس الميه حطيتها في بالونه هتاخد شكل البالونه. لو جبت ميه حطيتها في ازازه تاخد شكل الازازه. يبقى بالتالي الشكل بيتغير صح. انما لو جبت القلم حطيته في حله، القلم هو لان ده سوليد ماسك في بعضه فليه شكل معين. طب جبته في ازازه هو القلم، وهكذا. لكن الميه لا، الميه ما لهاش شكل معين، الميه بتنساب، الميه من الفلويد، الميه ما لهاش شكل معين، فبالتالي الشيب عندها انفيكسد مش ثابت. يعني يا مستر الشيب عندها بيحصل له تشينج، تغير يعني بيتغير؟ بيحصل له تشينج بيتغير. ماشي. يبقى هنا في تشينج، هنا في تشينج، لا هنا مفيش تشينج، هنا مفيش تشينج، مفيش. صعبه دي. الجاز بقى لا، تعالى ناخد الفوليوم الاول في الليكويد. لو جبت لتر ميه حطيتهم في ازازه، جبت نفس اللتر حطيتهم في الحله، الحجم اتغير؟ لا هو نفس الفوليوم. يبقى بالتالي الفوليوم برضه في الليكويد فيكسد ثابت. يبقى خد بالك بقى، السوليد الشيب والفوليوم الاثنين ثابتين. طب والليكويد الشيب مش ثابت، طب الفوليوم لا ثابت. افتكرها ازاي؟ بلتر الميه. لتر الميه بص لتر الميه شكله بيتغير، انما حجمه هو لتر ما بيتغيرش. ماشي. افتكرها ازاي؟ انا في الامتحان ده كان لتر ميه، اللتر هو اللتر، فبالتالي فوليومه ما اتغيرش، الفوليوم ثابت في الليكويد. طب والشيب شكل الميه بيتغير، افتكرها شكل الميه بيتغير. طب الجاز بالراحه، الجاز انت تقدر تمسكه؟ لا.
لو الغاز حطيته في انبوبه غاز، بعد كده رحت جيت مفضي انبوبه الغاز، قال لي يا مستر الغاز هيقوم طالع في الاوضه ينتشر في الاوضه، فبالتالي خد حجم بتاعه تاني، يبقى الحجم اتغير، بعد ما كان في حجم انبوبه بقى في حجم اوضه، حجمه اتغير. ايه تاني؟ الشكل بتاع الغاز كان مره في الانبوبه فكان ليه شكل اللي هو شكل الانبوبه، لما سبته في الاوضه بقى ليه شكل الاوضه، شكل مربع مستطيل وريفر يعني، تمام؟ فبالتالي الجاز عنده انفيكسد شيب وعنده انفيكسد فوليوم. انت متخيل؟ يبقى بالتالي السوليد هنا، السوليد الاثنين ثابتين. طب الليكويد واحد ثابت اللي هو الشيب اللي هو الفوليوم، لان لتر الميه هو ما بيتغيرش. طب الليكويد الشيب، لا الشيب بيتغير، شكل الميه بيتغير. طب الجاز، لا حبيب قلبي الاثنين مش ثابتين. الغاز ده انا دايما بقول على الجاز ده فري، هتاخد الكلمتين دول دلوقتي، كومبليتلي بيتحرك باريحيه، واحد حر كده فري، فبالتالي ولا تقدر تقول عليه انه عنده شيب ثابت، ولا تقدر تقول عليه عنده فوليوم ثابت. لحد كده في مشكله؟ خاصيه كمان اخلص معاك الدرس بعد كده اقرا لك البي دي اف، فانت خلصت. رقم دي اتغيرت، شكلها اتغير، انت خلصت ان شاء الله. عندك حاجه اسمها بقى كومبريسيبيليتي، الانضغاط. ممكن اسالك سؤال؟ هناخد الكومبريسيبيليتي عليه، قال لي على حالات الماده سوليد، وناخده مره على الليكويد، وناخده مره حبيب قلبي على الجاز. بسم الله، ماشي؟ يلا. في السوليد الكومبريسيبيليتي، يعني ايه كومبريسيبيليتي؟ يعني انضغاط. الانضغاط يعني انضغاط، جبت ازازه رحت جيت مكرمشها ضغطت عليها، ده اسمه انضغاط، كومبريسيبيليتي. صعبه دي؟ عشان بقى انا اضغط على الازازه بعمل ايه؟ اللي تضغط على الازازه بتضغط على الازازه، طب بتضغط على الازازه يبقى انا زودت ضغط صح؟ ولما ضغطت على الازازه كرمشتها صح؟ فالفوليوم بتاعها الحجم بتاعها قلل. يبقى تاني انت بنفسك قلت يا مستر كومبريسيبيليتي انضغاط، يعني انا بضغط، يعني بدي بريشر يعني ضغط، بريشر يعني ضغط، يبقى بزود البريشر بزود الضغط. ايه تاني؟ قال لي لما بزود الضغط الفوليوم بيحصل له ديكريز، الفوليوم بيقل. يبقى تاني كلمه كومبريسيبيليتي بتعني ان انا بزود الضغط على حاجه معينه وبقلل حاجه. تاني يبقى كلمه الانضغاط اعمل ضغط، ان انا بزود، سبحان الله، انضغاط يعني بزود بريشر فالفوليوم يقل، اضغط جامد فالفوليوم يقل، اتك على الازازه فانا كده عملت ايه؟ ضغط، زودت بريشر زودت ضغط، فالازازه الفوليوم بتاعها حجمها بيقل. يبقى تاني كلمه كومبريسيبيليتي اول ما تشوفها تعرف بزود بريشر فالفوليوم يقل. هل بقى السوليد يتقبل ان انا اضغط عليه؟ طب هل الليكويد يتقبل ان انا اضغط عليه؟ طب هل الجاز يتقبل ان انا اضغط عليه؟ ده بقى اللي احنا هنشوفه. تعال، القلم، ركز معايا، قلم بضغط ما بيتقبلش، هتقوم قايل لي يا مستر في الاخر هيتقبل فهيتكسر. ايوه انا بقى عايزه يتقبل وما يتكسرش، لا هتقوم قايل لي مستحيل، السوليد ما بيتضغطش، السوليد ما بيتضغطش. طب ليه علميا؟ ليه بقى؟ مش شغل هزار والكلام ده. تعال، مش السوليد كنا بنقول الموليكيولز بتاعته فيري كلوز تو از، ايه ده؟ ما كانش عندها انتر بارتيكل سبيس، ما كانش عندها مسافات بين الجزيئات خالص. هتضغطها فين اكتر من كده؟ هي مضغوطه لوحدها، شبهك مثلا انت راجل مضغوط لوحدك، مذاكره وكل دقيقتين مذاكره وتقييمات وبتاع، هنضغطوا عليك اكتر من كده، بس هنضغط ما تقلقش ماشي. فبالتالي في السوليد انت ما تقدرش تزود البريشر عليه، بالتالي حضرتك هتزود، مهما تزود بريشر الفوليوم بتاعي ثابت، حجمي مش هيتغير، انا مش هتغير، انا حجمي مش هيتغير. ليه؟ انا مش هتقبل الضغط، انا مضغوط اكتر من كده، هتضغط اكتر من كده فين؟ طب الليكويد كنا بنقول ولا كلوز ولا فور، ايوه في حته مسافه يا مستر يبقى هتضغط، لا مش هتضغط، المسافه دي صغيره، فبالتالي مهما تزود بريشر برضو الفوليوم بتاعي ماله يا مستر؟ ما بيتغيرش، الفوليوم بتاعي ثابت. طب في الجاز بقى، لا الجاز كان فري، ده كان بعيد قوي، اضغط هيتضغط، ده انت الموليكيولز بتاعتك بعيده جدا، فلما تزود البريشر عند حضرتك الضغط، لا لازم الفوليوم بتاع حضرتك يقل. يبقى تاني الوحيد اللي بنقول عليه بيحصل له كومبريسيبيليتي انضغاط هو الجاز. طب الليكويد والسوليد ما بيحصل لهمش كومبريسيبيليتي، طب الجاز بيحصل له كومبريسيبيليتي. صعبه دي؟ في مشكله؟ يبقى اقدر اقول على الجاز ان هو كومبريسيبل يعني بيتضغط، صح كده؟ اقدر اقول عليه كومبريسيبل. طب والليكويد والسوليد الاثنين كده همت الاثنين، بص
uncompressible، ما بيضغطوش. حد كده في مشكله؟ صعبه دي. يبقى تاني لحد دلوقتي قلنا ايه؟ قلنا يا مستر حاجه اسمها compressibility. ايه الكومبريسيبيلتي دي يا شباب؟ قال لي الانضغاط يا مستر. يعني ايه انضغاط يا حبيب قلبي؟ يعني يا مستر ازود بريشر، ازود ضغط. يعني يا مستر لما بضغط الفوليوم بتاعي بيحصل له ديكريز، فزود بريشر فوليوم، يعني زود بريشر فوليوم ايه؟ كومبريسيبيلتي. طب مين اللي بيحصل له يا مستر كومبريسيبيلتي؟ هو الجاز. طب يا مستر بالنسبه لي السوليد ما بيحصلهوش. طب يا مستر بالنسبه للليكويد ما بيحصلهوش. طب ليه يا مستر؟ عشان السوليد فيري كلوز تو اس، مهما تضغط الموليكيولز بتاعته هتضغط اكتر من كده فيه، ما تتقبلش. طب الليكويد ده يا مستر ده كان ولا كلوز ولا فار، ده كان في انتر بارتيكل سبيس ما بينهم، كان يقدر يتضغط. لا ما بيتضغطش. ليه؟ اصل المسافات دي تعتبر بسيطه جدا، مش هيتضغط، ما يعتبرش ده الضغط، فبالتالي بنقول عليه ان هو ما بيتضغطش. صعبه دي. طب يا مستر الجاز، لا الجاز اضغط مهما تضغط هتضغط معاك عادي. انا ضعيف عادي، اضغط مهما تضغط. ليه؟ اصل انا الموليكيولز بتاعتي بعيده عن بعض جدا، ففي انتر بارتيكل سبيس كتيره جدا، فاضغط ساعتها هقرب من بعض. صعبه دي. يبقى الوحيد اللي كومبريسيبل هو الجاز. طب الان كومبريسيبل ليكويد وسوليد. كلمه ان كومبريسيبل يعني ما بيتضغطش. مين اللي ما بيتضغطش؟ ليكويد وسوليد. طب مين اللي بيتضغط؟ هو الجاز. ادي بروبرتيز. خش معاك في بروبرتيز ثانيه، في صفات ثانيه. ايه تاني عايزين نسقطها؟ حاجه اسمها ديفيوجن، انتشار. بص يا حبيب قلبي، جبت كوبايه حطيت فيها شويه حبر، ماشي؟ ايه اللي هيحصل؟ تلاقي الحبر انتشر في الكوبايه، صح كده؟ انتشر فين؟ في الكوبايه. كلمه انتشر دي اسمها انتشار. الله عليا. انتشار دي بقى عليك، في اسهل من كده؟ تعال هديك بقى مثال. بدل الحبر مثلا، تعال شويه مثلا شويه ميه، ماشي؟ مفيش اسهل من كده. اعمل حاجه، حطيت فيها شويه شوجر، شويه سكر. في مشكله حد كده؟ السكر ده ما فيهوش ميه، صح؟ سكر بس، فبالتالي مركز، اسمه كونسنتريتد، مركز، متركز بالسكر، هو سكر بس. يعني السكر ده بنقول عليه هاي كونسنتريتد، عنده تركيز عالي. كونسنتريتد يعني مركز، هاي يعني عالي. طب الووتر بنقول عليها لو كونسنتريتد، تركيز منخفض، عندها تركيز منخفض. لما انا مين اللي بينتشر في مين؟ السكر هو اللي بينتشر في الميه. انت بتقلب السكر، صح؟ انت بتخلي السكر بعدين ينتشر، بعد ما كان مكدس كده ينتشر في الميه، يعمل ديفيوز يعني ينتشر، ديفيوجن يعني انتشار، ماشي؟ فايه اللي بيحصل؟ مين اللي بينتشر في مين؟ انتوا مايل يا مستر السكر، الشجر هو اللي بيروح ينتشر للووتر، ينتشر في الووتر. هل الووتر هي اللي بتنتشر في السكر؟ لا، السكر هو اللي بينتشر في الووتر. يعني يا مستر انت عايز تقول لي السكر اللي هو هاي كونسنتريتد هو اللي بيروح ينتشر في اللو كونسنتريتد؟ صعبه دي. يبقى يعني ايه كلمه انتشار؟ بحط حاجه في حاجه، فبالتالي الحاجه الاولانيه اللي هي مركزه تنتشر في الحاجه اللي هي مش مركزه، دي اسمها انتشار. طبعا هنشوف الديفينيشن بتاعها بتفصيل اكتر من كده دلوقتي. في اي مشكله؟ عايزين بقى نشوف السوليد عنده ديفيوجن، بينتشر. يعني مثلا لو انا جبت سفنجه دي سائل ولا جاز ولا سوليد؟ لا سوليد، سفنجه سوليد. ورحت جيت ماسح سبوره، ايه اللي هيحصل؟ السفنجه هتتغرق بلون السبوره، بلون الحبر بتاع السبوره. هل الحبر بقى هينتشر في كل السفنجه؟ لا، على السطح بس. معنى كده ان الديفيوجن في السوليد فيري سلو، بطيء. ليكويد، جبت شويه حبر في ميه، الانتشار مش حبر بقى، ده مثلا كذا تجربه بنلاقيها بالساعات، بينتشر بالساعات، مش بتكلم على حاجات تانية. يبقى بنقول في الميه يعني مودريت، متوسط الانتشار، سرعته متوسطه. طب في الغاز لا، سرعته كبيره، حط بخار مع بخار هتلاقيهم عملوا لون في ثانيه. فتاني بقى احنا بقى عايزين ناخد الديفيوجن في السوليد عامل ازاي، في الليكويد عامل ازاي، الله، في الجاز عامل ازاي. لقينا الديفيوجن في السوليد بنقول عليه بص فيري سلو، بطيء. لقينا الديفيوجن في الليكويد بنقول عليه بص بنقول ايه؟ بنقول مثلا في الافريج كده، بنقول عليه مثلا ده افريج، ماشي بالسرعه المتوسطه، يعني متوسط كده، عارف انت، سرعته متوسطه. في الافريج مودريت، عارف انت الكلام ده، في المودريت كده. طب الجاز لا، ده الجاز ده
الديفيوجن فيه بص فيري فاست، فيري فاست. خلي بالك الكتاب المعاصر كاتب لك السوليد فيري فاست، وده غلط، هو غلط بس في الكتاب ماشي. ففي الديفيوجن السوليد في ما فيش ديفيوجن في السوليد، لا في ديفيوجن في السوليد بس بطيء. ما فيش ديفيوجن في الليكويد، لا في بس متوسط. في ديفيوجن في الغاز عالي جدا. دي كلمه ديفيوجن. ايه تاني؟ قال لك عايزين ندرس حاجه اسمها، ولا تعالى ناخد راحه وبعد كده نكمل. ناخد راحه. رجعنا لكم تاني يا دكاتره. اخيرا بعد ما خدنا راحه كده وجع الظهر والحاجات دي، رجعنا لحضراتكم. يلا نكمل مع بعض بقى الجزء التاني. احنا كل ده خدنا نص ساعه، يعني ان شاء الله اديني رباعية عشراية وبعد كده اديني خمساية اقرا لك الدرس. هي كده خلصت ان شاء الله. بسم الله. بعد كده بيتكلم معاك على حاجه اسمها ذا ثيري، بيتكلم معاك عن نظريه بتتكلم عن تركيب الماده. matter of theory، matter theory او theory of matter، اللي هي خاصه يعني نظريه بتتكلم عن الماده. ايه النظريه دي؟ العلماء يا شباب لما بييجوا يكتشفوا حاجه بيعملوا اولا فرضيه، ماشي، بيحطوا حاجات من عندها. فرضيه يعني هايبوثيسز. الحاجات دي مش عليك بس انا عايز افهمك والله بجد. انا مختلف شويه، بحب افهم الطريقه. بيحطوا هايبوثيسز. هايبوثيسز يعني فرضيه. الفرضيه دي طبعا نكتب فرضيه بيحطوا فرضيه. الفرضيه دي بيبتدوا يلاقوا منها هي ناجحه ولا مش ناجحه، فيبتدوا في الاخر بعد كميه تجارب بقى وحاجات كتير جدا يوصلوا لحاجه اسمها ثيري، نظريه. الثيري دي بتبتدي بقى تطبق في الكتب، بتبتدي حضرتك تاخدها، بتبتدي تخش شبه مثلا نظريه اينشتاين، النظريه بتاعه الطاقه، تحولات الطاقه، حاجات كده. فبالتالي احنا عملوا نظريه مطبقه العلماء عملتها. ليه العلماء بيكتشفوا؟ عشان يسهلوا الحاجه. انا بقرا لك عشان اقرا لك من البدايه دلوقتي. طيب فبالتالي بقى احنا عايزين ناخد النظريه اللي هم اكتشفوها. لو النظريه دي هناخد فيها اول فكره بتقول لك ايه؟ بتقول لك سبحان الله سبحان الله، دي حاجه انت واخدها من بريب 1. احنا هنشخبط هنا ماشي. مش انت خدت في بريب 1 ان لسه انا قايلها لك دلوقتي، شوف هيعتمد على الحصه، ده كله في بريب 1. خدت في بريب 1 ان الماتر حبيب قلبي بتتكون من موليكيولز، اللي انا لسه قايلها لك. سبحان الله مستر انت بتعيد لي والله ما بعيد يا ابني، ده عليك. موليكيولز، والموليكيولز دي بتتكون من اتوم، صح؟ والاتوم ده كان اصغر حاجه في الماده وما كانش بيتشاف بالعين، صح كده؟ تعالى ده اللي هيقوله لك. ثيوري اوف ماتر بيقول لك ايه؟ ذا ماتر consist، تتكون من of very small particles مش عارف ايه called بس هي مش عليك cold او بتتسماش cold او بلاش cold اللي هي اتوم ماشي. very small particles don't you او can't، مكتوبه كده بالصيغه دي، can't be seen، لا ترى بواسطه by naked، the naked a العيون the naked a العاريه، العيون العاريه اللي هي العيون المجرده يعني. تمام؟ دي اول نظريه. النظريه دي محتاجه ان انا اشرحها لك؟ لا. بيقول لك ان الماتر بتتكون من حاجات صغيره ما بتتشافش بالعين المجرده، naked a. وفعلا احنا عارفين الكلام ده. الماتر بتتكون من ايه؟ من موليكيولز. الموليكيولز دي بتتكون من اتوم، يعني الماتر بتتكون من حاجات صغيره جدا اسمها اتوم. بيني وبينك يعني الاتوم دي ما بتتشافش، وده اللي بيفسرك الجمله دي محطوطه ازاي. فاول جمله دي مش محتاجه افسرها. طيب تاني حاجه في النظريه عايز اقولها لك ايه؟ راح جاي قال لك خلي بالك، بص انا بسميها inside identical outside different. مكتوبه كده في النظريه يا مستر؟ لا، انا عايز اقول لك ان الخطوه الثانيه او الاكتشاف الثاني في النظريه بالطريقه دي. ليه؟ تعالى بص، انا دلوقتي اديتك سيلفر وبعد كده اديتك
ايرن في مشكله؟ السيلفر ده اديتك جزيئات منه سوليد منه، والايرن اديتك سوليد برضه. في مشكله لحد كده؟ لا مفيش يا مستر. كسوليد انت بنفسك هتقوم قايل لي يا مستر الموليكيولز بتاعته قريبه من بعض فبتترسم بالطريقه دي. وانت يا مستر برضه انا عارف ان الاتراكتيف فورس اللي عندي مالها كبيره جدا عشان ده سوليد، وعارف ان الانتر بارتيكل سبيس انا عارف عيالها هينزلوا بالنشيد، بس انا مش محتاج ده، خليهولك. اللي محتاجه الرسم. لحد كده في مشكله؟ الايرن لا لقينا ان هو سوليد فبالتالي برضه نفس الرسمه موليكيولز قريبه من بعض. عايز توصل ليه يا عم الحاج؟ معلش خليك بس معايا دقيقه واحده. ممكن اسالك سؤال؟ شايف الموليكيول ده اللي انا بخطط عليه اللي هو اسود وبخطط عليه ده؟ هل هو بالنسبه لده عامل ازاي؟ تقوم قايل يا مستر شبهه. ما هو اساسا ده موليكيول من السيلفر وده موليكيول من السيلفر، فالاثنين سيلفر الاثنين فضه، فبالتالي لازم يكونوا هما الاثنين نفس، بيكونوا شبه بعض، بيكونوا ايدنتيكال يعني متطابقين. طب يا مستر الموليكيول ده مع الموليكيول ده مالهم؟ برضه يا مستر ايدنتيكال متطابقين. ليه يا مستر؟ يا ابني ما هو الموليكيول ده هو في الايرن والموليكيول ده برضه موليكيول من الايرن وهما الاثنين في الايرن، فبالتالي لازم يكونوا شبه بعض. حته حديده فاكيد الموليكيول بتاعتها شبه، كلهم شبه بعض. صعبه دي؟ طب بص بقى الحته دي، بص الحته دي. لو انا بقى عايز اسالك شايف انت الموليكيول ده؟ شايف انت الموليكيول ده؟ الاثنين شبه بعض؟ لا مش شبه بعض يا مستر. ليه مش شبه بعض؟ عشان يا مستر ده واحد من الايرن، ده موليكيول من الايرن وده موليكيول من السيلفر، فبالتالي الاثنين لازم يكونوا مش شبه بعض، لازم يكونوا ديفرنت. يعني انت قصدك تقول ان الموليكيول اللي في نفس in the same substance اللي في نفس الماده، substance يعني ماده identical، اللي في نفس الماده identical، وعايز تقول اللي في ماده ثانيه بيكونوا different. المفروض انت بقى فهمت دي. inside identical، جوه الماده نفسها هم ايدنتيكال، انما اوتسايد انت بتقارن موليكيول بموليكيول في حته ثانيه براه، لازم يكون ديفرنت. مكتوبه لك كده في البتاع؟ لا انا بسهلها لك. انسايد مالها يعمل حاجه ايدنتيكال، اوتسايد ديفرنت. دي تاني حاجه في النظريه. ماشي، يبقى لحد دلوقتي احنا خدنا النظريه بتقول لك ايه يا مستر؟ بتقول لك والله ان الماده دي بتتكون من حاجات صغيره سمول بارتيكل، ما بنقدرش نشوفها بمين يعمل حاجه؟ بالنيكد ايز، بالعيون المجرده. بعد كده خدنا ذا سيم، مش مكتوبه بقى كده، مكتوبه ذا موليكيول، الجزيئات molecules of the same substance are identical. بص but different، او خليها but differ، بس بتختلف from substance to another، من ماده لماده. انت بقى فاهم اللي انا قلته. الموليكيولز اللي في نفس الماده بيكونوا يا مستر ايدنتيكال. طب بتختلف بقى من ماده لثانيه، شبه ما قلت لك بقى السيلفر والحديد، السيلفر والايرن. قلت لك حبيب قلبي الموليكيولز اللي في السيلفر ايدنتيكال، الموليكيولز اللي في الايرن ايدنتيكال، لكن تقارن لي موليكيول من ايه يا جدعان؟ تقارن لي موليكيول من السيلفر مع موليكيول من الايرن، لا حبيب قلبي ده هتلاقيه ديفرنت، هتلاقيه مختلف. صعبه دي؟ ده اللي احنا قلنا في النظريه. لحد كده في مشكله؟ لا مفيش اي مشكله. ايه تالت حاجه في النظريه عايز تقولها لي؟ تعالى. قال لي خلي بال حضرتك في حاجه اسمها، يقول لك ايه؟ قال لي between، ودي انت برضه عارفها، between the molecules there. بص بتلاقي هتلاقي او موجود مثلا، يوجد exist مثلا حاجه اسمها attractive force. انت بقى عارف الحته دي بين الموليكيولز يا مستر، دي انت مش محتاج تشرحها لي، انت لسه شرحها لي. فعلا بيبقى في حاجه اسمها attractive force. طب الاتراكتيف فورس دي بتعمل ايه؟ بتخلي يا مستر الموليكيولز تقرب من بعض اكتر.
لما تزيد الاتراكتيف فورس يا مستر لازم يا مستر السبيس تقل. ده اللي احنا خدناه. اول ما الاتراكتيف فورس تزيد السبيس بتقل. ده اللي احنا خدناه. ايه تاني؟ بص راح جاي قال لك between the molecule exist في حاجه اسمها ايه بقى؟ inter particles space. في حاجه اسمها المسافات البينيه، واحنا عارفين العلاقه بقى من الانتر بارتيكل سبيس والاتراكشن فورس زي ما احنا كتبناها. كل ما الاتراكشن فورس تزيد السبيس بتقل. ايه تاني؟ قال لك يا مستر خلي بالك، شايف انت الاتراكتيف فورس اللي انت خدتها؟ شايفها. الاتراكتيف فورس دي قوه صح؟ فاكر زمان كنت تاخد اللعبه تقوم عامل في العربيه كده وليها مفتاح، تقعد تعمل كده فتسيبها في الارض فتتحرك. انت كده بتعمل ايه؟ بتخزن حاجه اسمها طاقه، اسمها بوتنشال انرجي، طاقه الوضع. بتدي طاقه، فبالتالي الموليكيولز فيها طاقه صح؟ بتشد بعض، فبالتالي بتعمل حاجه اسمها ستورنج تو ذا بوتنشال انرجي. بتعمل تخزين لحاجه اسمها بوتنشال انرجي اللي هي طاقه الوضع. مش مهم تفهمها دلوقتي، في درس ثاني هفهمها لك بتوسع اكتر. فالمهم الاتراكتيف فورس دي بتعمل يا مستر ايه؟ ستور، بتخزن حاجه اسمها بوتنشال انرجي. مهمه جدا الحته دي، بوتنشال انرجي دي انا هبني عليها من الحصه الجايه ان شاء الله. مهمه قوي الحته دي، مهمه جدا الحته دي المره الثانيه. طب يا مستر جميل. قال لي خلي بالك انت عندك، وتركز جدا في اللي انا هقوله. فاكر الديفيوجن؟ انت عندك السوليد بيتحرك فايبريت، لو انت ضربته بتلاقيه بيهتز حوالين نفسه، فدي الحركه بتاعته. انت عندك الليكويد ماله يا عم؟ حركته عامله ازاي؟ بيتحرك ازاي؟ ممكن نقول عليها مثلا حبيب قلبي مودريت. طب الجاز لا، بص بيتحرك حركته عامله ازاي؟ فري، حر، كومبليتلي حركه متكامله ماشي. بيتحرك فري، وبنقول عليه برضو بيتحرك راندوملي، عشوائي، بيتحرك بعشوائي. دي الحاجات اللي بتقول عليها النظريه، وانت المفروض فاهم ليه بقى ده شغل بقى الحفيظه، احنا ما بنحفظش حبيب قلبي. ليه السوليد بيتحرك فايبريت؟ يعني فايبريت يعني بيهتز. ليه بيهتز؟ لان هو لازق في بعضه، هيروح فين؟ لازم يهتز كده حوالين نفسه، فبالتالي بيعمل فايبريت. شفت الفكره؟ طب الليكويد ليه مودريت؟ قال له ولا كلوز ولا فار، في شويه مسافات هنا، فبالتالي الحركه بتاعته بتبقى مودريت. صعبه دي. طب يا مستر ليه الجاز فري كومبليتلي راندوم؟ عشان الغاز عنده بعيد، الموليكيولز بتاعته فيري فار بعيده جدا عن بعض، فبالتالي انت عندك حضرتك انتر بارتيكل سبيس كبيره، وعندك اتراكتيف فورس قليله، فالاثنين مفيش بينهم شد خالص يا مستر، فبالتالي هتتحرك بحريه خالص. صح؟ انت بتعرف تمسك الجاز؟ خلاص بيتحرك بحريه. طب جميل. ايه تاني؟ قال لي خلي بالك في حاجه اسمها جزيئات الماده في حاله مستمره. ايه؟ قال لي بيبقى عندك حاجه اسمها يوس اسمها ايه؟ تقول continuous motion، حركة مستمرة in the substance، في المادة بتتحرك. يعني ايه يا مستر؟ يعني دلوقتي انا اديت لك وود، اديت لك خشب، اديت لك سيلفر، اديت لك فضة، اديت لك بن، اديت لك anything whatever، تمام؟ الجزيئات بتاعت الوود دي انت شايفها ثابته، الجزيئات بتاعت القلم دي انت شايفها ثابته، بس هي بتتحرك بس بتختلف بقى درجه الحركه من حاجه لحاجه. يعني السوليد اكيد الحركه فيه قليله جدا. طب الليكويد يعني في المودريت، عارف انت حاجه في المودريت. طب يا مستر طب الجاز؟ لا، ده الجاز ده فري، ده الحركه فيها قويه جدا، عارف انت؟ ماشي. فبالتالي بيقول لك جزيئات الماده في حركه مستمره، بيبقى في حاجه اسمها continuous motion، الموليكيولز دي بتتحرك. اديك بقى مرتين، هات الميه بص عليها كده، ممكن ما تاخدش بالك ان جزيئاتها بتتحرك، سخنها هتلاقي ان الجزيئات بتضرب في بعض كده، الجزيئات بتتحرك، وانت بتلاحظ الحركه دي لما تدي للماده طاقه. الحته دي هبني عليها برضه في الحصه الجايه، اللي مش هيشوف الحصص لازم تشوف الشباتر. طب ايه تاني يا عم الحاج؟ ايه تاني؟ قال لي خلي بالك مهمه قوي الحته دي. قال لي الاتراكتيف فورس
اللي هي القوه الجاذبه مسؤوله عن حاجه اسمها اتراكتيف، مسؤوله عن حاجه اسمها الشيب. انا كنت بقولها للعيال اللي عندي لعيالي اتراكشن. ليه كنت بقول لهم اتراكشن؟ عشان انا باين المستقبل ان انا احفظهم كلمه ان هي شيب دي مسؤوله عن الشيب بالشن دي، اتراكشن مسؤوله عن الشيب. طب يا مستر انت كده بتحفظنا، ما انا فاهمك يا حبيب قلبي، بس انا بقول لك تحفظها ازاي؟ تيجي في الامتحان انت فاهم بس ناسي، فبالتالي انا بديك طريقه تحفظ بيها تبصمج بيها، بس مع ذلك انا لازم افهمك يا صديقي. تعال، ليه القوه دي مسؤوله عن الشيب؟ تعال في السوليد ناخد مثال. السوليد مثلا انت قلت لي يا مستر ان هو فيري كلوز تو از، احنا قريبين جدا من بعض، فبالتالي الاتراكتيف فورس كبيره جدا، القوه الجاذبه كبيره جدا، عشان كده احنا شدانا مع بعض، عشان كده احنا مشدودين، فعشان كده الاتراكتيف فورس مالها كبيره. ليه بقى مسؤول عن الشيب؟ هو الشيب بتاع السوليد ماله؟ ما اللي فيكسد ثابت، صح؟ مش احنا ده اللي قلناه؟ ايه ده؟ يعني لما القوه تمسكنا جامد الشكل بتاعنا هيبقى ثابت. بص لما القوه تمسكنا جامد الشكل بتاعنا هيبقى ثابت. تمام؟ عشان كده الاتراكتيف فورس انا بغششك بقول لك ان هي مسؤوله عن الشيب. يعني لو الاتراكتيف فورس زادت الشيب هيبقى ثابت. الله، لو الاتراكتيف فورس زادت الشيب هيبقى ثابت. حاجه بقولها دي من الكنوز والله. لو الاتراكتيف فورس زادت الشيب هيبقى ثابت. ماشي؟ وخلي بالك جدا، يبقى احنا دلوقتي ليه بنقول الاتراكتيف فورس مسؤول عن الشيب؟ عشان الاتراكتيف فورس بتقرب الجزيئات من بعض فبتعمل شيب معين، يبقى مسؤول عن الشيب. ايه تاني عايز تقوله يا مستر عشان تخلص بقى؟ قال لي في حاجه اسمها انتر. يا مستر عرفتنا انتر بارتيكل. ممكن تكتب معلش اصل انا مكسل. انتر بارتيكل سبيس. في حاجه اسمها المسافات اللي بين الجزيئات، صح كده؟ قال لي المسافات اللي بين الجزيئات دي مسؤوله بقى عن حاجتين، حاجه اسمه الفوليوم الحجم، ومسؤوله عن حاجه اسمها الله على الحته دي، عن حاجه اسمها الكومبريسيبيليتي الانضغاط. انت بقى المفروض فاهم الحته دي. بقى مرت ساعتها لما كنت بقول لك اشمعنى الغاز بيتضغط؟ عشان كان في انتر بارتيكل سبيس كبيره. طب ليه السوليد ما كانش بيتضغط؟ عشان ما كانش فيه مسافات بينيه خالص. طب ليه الليكويد ما بيتضغطش؟ عشان المسافات اللي هنا صغيره، عشان كده ما بيتضغطش. يبقى عشان كده الانتر بارتيكل سبيس لما بتزيد بتاثر على الكومبريسيبيليتي. لما بتزيد بيبقى جاز عنده انتر بارتيكل سبيس كبير فبالتالي يقدر يتضغط، فعلا كومبريسيبل. فهمت؟ يبقى انا فهمتك اول حته، فهمتك ليه الانتر بارتيكل سبيس مش بحفظك اهو، مسؤول عن الكومبريسيبيليتي، عن الضغط. مسؤول ليه؟ عشان لو في انتر بارتيكل سبيس بين الموليكيولز في هنا، بالتالي انا ساعتها فعلا هقبل ان انا ازود بريشر، وبعد كده هقبل ان الفوليوم بتاعي يا مستر يقل. يعني انا هقبل ان انا ابقى كومبريسيبل، هقبل ان انا انضغط لو انا في انتر بارتيكل سبيس. طب لو مفيش انتر بارتيكل سبيس بين از مش هقبل ان انا انضغط، يبقى بالتالي الانتر بارتيكل سبيس اثرت على الكومبريسيبيليتي ولا لا؟ اثرت. صعبه دي؟ طب يا مستر ليه الانتر بارتيكل سبيس حضرتك بتقول ان هي بتاثر على الفوليوم؟ بص لو في هنا مسافات بين الموليكيولز مش الفوليوم بتاعك هيبقى ليه فوليوم معين؟ يبقى اثرت على الفوليوم ولا لا؟ طب يا مستر ليه ما اثرتش على الشيب، على الشكل؟ حبيب قلبي بص صغر الانتر بارتيكل سبيس هياخد فوليوم معين، كبر الانتر بارتيكل سبيس هياخد فوليوم معين. ايه ده؟ نفس الشيب اهو، نفس الشيب ده مربع، نفس الشيب، مش مسؤول عن الشيب، مش مسؤول عن الشيب. طب ليه بقى الاتراكتيف فورس هي اللي مسؤول عن الشيب؟ ليه بقى؟ عشان انا لما بقرب بعمل شيب، بثبت الشيب المعين. انا لو بص عشان انا لو الاتراكتيف فورس زادت عندي هبقى ثابته، هتمسكني، فلازم الشيب يبقى عندي ثابت. عشان كده الاتراكتيف فورس مسؤول عن الشيب. ليه الاتراكتيف فورس مسؤول عن الشيب تاني؟ عشان الاتراكتيف فورس بتمسك الحاجه بتخليها ثابته، فتخلي الشيب بتاعي انا ثابت. بس خلاص. يبقى احنا لحد دلوقتي خدنا ايه بقى يا مستر؟ خدنا الاتراكتيف فورس، خلاص بقى بنخلص اهو، بنراجع اهو بنخلص. اتراكتيف فورس انا حرفيا هخليك متاسس للمحاضره الثانيه بطريقه فظيعه للشابتر 2. اتراكتيف فورس بتاثر على الشيب، قلت لك تفتكرها ازاي؟ اتراكشن، بلاش اتراكتيف، خليها مع ان غلط في الانجليزي ربنا يسمحها. اتراكشن انا بقولها لهم كده والله، اتراكشن فورس مسؤوله عن الشيب، وانت عارف ليه. ماشي؟ عشان بتمسكه. واكتب ان الانتر بارتيكل سبيس مش مسؤول عن حاجه واحده بقى، ده مسؤول عن حاجتين، كومبريسيبيليتي انضغاط،
ومسؤوله عن حاجه اسمها عن الفوليوم. اخر حاجه في التاسيس، انا عارف ان انا تعبتك، عايز اديك اغنيه كامله كده. الموشن الله يأثر على الديفيوجن. دي تريكات والله يا جماعه، مفيش حد يقدر يغلبك ولا مدرس ولا اي حاجه طول ما انت عارف الحاجات دي، طول ما انت بتأسس في الحاجات دي. الموشن بتأثر على الديفيوجن، الديفيوجن ما تتأثرش الا لو انت أثرت في الموشن. ازاي بقى؟ لو انا اديتك سوليد، السوليد ده قريب جدا من بعض، فيري كلوز تو اس، فبالتالي الموشن بتاعته انت قول لي فايبريت، كان بيتحرك الحركه بتاعته فايبريت، صح كده؟ لو الحركه معنى انه بيتحرك فايبريت يعني الحركه عنده مالها؟ الموشن عنده قليل، صح؟ حركته قليله، ده بيتهز بس حوالين نفسه، صح؟ معنى كده انه هينتج ان الديفيوجن بتاعه هيبقى فيري سلو. عرفت ليه بقى؟ في الاول كنت بقول لك الديفيوجن بتاع السوليد فيري سلو، عشان هو ماسك في بعض، فبالتالي مش هيقدر يتحرك، عشان الحركه بتاعته فايبريت فبالتالي الديفيوجن بتاعه فيري سلو. يبقى الموشن اثرت على الديفيوجن ولا لا؟ بالتالي يجي لك في اسئله علل الاسئله قول ذا ريزن، تمام؟ يقول لك مثلا ما بعرفش احل، حبيب قلبي ما انت ما بتشوفش. يقول لك ليه مثلا الديفيوجن بتاع حاجه اكبر من حاجه؟ طالما قال لك ديفيوجن بص على الموشن. مثلا قال لك الديفيوجن بتاع السوليد اقوى من الليكويد، تقوم قايل له والله عشان الموشن بتاع السوليد فايبريت، اما في الليكويد بيبقى مودريت، فبالتالي الموشن بتاع الليكويد اكبر، عشان كده الديفيوجن بتاع الليكويد اكبر. صعبه دي؟ خلصت. تعالى بقى نبص، يلا بينا يا شباب اخر جزء بقى. بص، اول حاجه انا بدات معاك فيها قلت لك الماتر، الماتر is anything that has mass and occupies space. خلصت. الماس، تخيل انه عرف لك الماس، عرف لك الماس، راح جاي لك واحد بتساله بيقول له عرف لي الكتله، راح جاي لك دي حاجه ثابته ما بتتغيرش من مكان لمكان. الله عليك. بص the mass is a fixed quantity that doesn't change from one place to another. دي حاجه ما بتتغيرش من مكان لمكان، كميه ثابته ما بتتغيرش من مكان لمكان. انا اسف ان انا قلتها لك بس والله موجوده في الكتاب. state and states of matter، المفروض دي state of matter. ماشي. الماتيريال and classified according to their physical state into three common state: solid, liquid, gas. انا بقرا معاك عشان تعرف تذاكر. السوليد قال لك خلي بالك ما بيعتبرش من الفلويد فهو دونت فلو and don't change shape. احنا اتفقنا ان السوليد الشيب بتاعه يا مستر والفوليوم الاثنين يا مستر ثابتين، صح كده؟ طب السوليد ده شبه مين؟ شبه الود وشبه الايرون. خلصت. الليكويد قال لي حبيب قلبي لقينا ان الشيب بتاعه تشينج، ولقينا ان هو بيعمل فلو، ولقينا ان هو بياخد شكل الحاجه اللي بيتحط فيها. كنت بقول لك لتر ميه هياخد هو نفس اللتر بتاع الحله، فبالتالي بياخد شكل الحاجه اللي بتحط فيها. طب الليكويد ده شبه ايه؟ شبه الوتر وشبه الاويل. ماشي. طب يا مستر من الاخر الليكويد ممكن تلخصه لي؟ لخصه لك. الشيب بتاعه انفيكسد مش ثابت. طب الفوليوم ثابت. الله، الخصه لك خالص يعني، الخصه لك خالص. ماشي. الشيب بتاعه مش ثابت، الفوليوم ثابت، وفي نفس الوقت بياخد تيك ذا شيب اوف ذا كونتينر، ادي ثالث حاجه. كمان ان هو نون كومبريسبل، يعني نون كومبريسبل ما بيتضغطش، كومبريسبل ما بيتضغطش. وهنا برضو السوليد كان نون كومبريس، احنا بنشخبط مع بعض، كومبريسبل. تعالى بقى في الجاز، الجاز فلو، بيعمل فلو فهو عنده فلو. وخلي بالك بقى تشينج شيب اند ذا فوليوم. الشيب عنده ماله يا عم الحاج؟ بيتغير مش فيكس. والفوليوم عنده بيتغير. والكومبريسيبيلتي بقى ده الوحيد اللي كومبريسيبل، ده الوحيد اللي بيتضغط يا مستر. فين اللي بعده؟ قال لي خلي بالك البارتيكلز بتاعتي، بارتيكل اوف ماتر ار مونو وبولي. قال لك البارتيكل بتاعت الماتر ممكن تكون تلاقيها في مونو وممكن تلاقيها في بولي. يعني ايه يا مستر؟ يعني خلي بالك ممكن الاقي مثلا بارتيكل شبه الكالسيوم الاقيه هو ذره واحده فده مونو. ممكن الاقي حاجه شبه الاكسجين الاقيها 3 مع بعض، فالاقيها بص الاقي الموليكيول 3 ماسكين مع بعض فيبقى ده اسمه بولي. طب يا مستر امتى اقول على الموليكيول مونو وامتى اقول يا مستر على ركز في الحته دي، وامتى اقول على الموليكيول بولي؟ قال لي لو لقيت حاجه واحده بس مونو يعني احادي، احادي بالانجلش مونو مقطع معناه احادي. فلما تلاقي اتوم واحده بس اعرف ان هي، وده ما بسالش عليها خالص في الاسئله، واحده بس اعرف ان هي مونو. طب يا مستر اكتر من 2، بص اكتر من 2 ساعتها تبقى بولي. يعني لو 2 تبقى بولي، طب لو واحده مونو، طب 3 بولي. انت فاهم؟ المهم تبقى من 2 وطالع. صعبه دي. بعد كده بقى قال لك خلي بال حضرتك
عايزين نتكلم على النموذج وسيم الماده. خدنا حاجه تانية كمان، استنى. شقلبنا حاجه في النص، المفروض دي هي دي. ماشي. قال لك خلي بال حضرتك برضه في حاجه متلخبطه في شيء مش مظبوط. ارجع كده معايا معلش. انت حددت دول بس. ماشي. بص بنراجع مع بعض بقى. قال لك ان السوليد والليكويد ده الملخص. السوليد الاتراكشن فورس بتوين موليكيولز هنا بتكون سترونج، هنا بتكون ريليتيفلي ويك، هنا بتكون فيري ويك. يعني الاتراكشن فورس هنا كبيره جدا، عشان كده السوليد فيري كلوز تو اس، ماسكين في بعض. طب هنا قال لي يا مستر ريليتيفلي ويك، ضعيف. ريليتيفلي يعني نسبيا، ويك يعني ضعيفه، فهي ضعيفه نسبيا. ليه؟ اصلي ولا كلوز ولا فار. طب والجاز فيري فار، فمعنى كده ان الاتراكشن او الاتراكتيف فورس هنا يا حم الحاج بتكون مالها فيري ويك. طب يا مستر الكلام ده معنى ان الاتراكشن ده هينتج منه ان هو ضعيف او قوي. الاتراكشن يا مستر بيأثر على الشيب، فمعنى كده ان السوليد هيكون عنده فيكسد شيب، الليكويد هيكون عنده بص الريجولار شيب، شكل مش ثابت. هنا برضه هيبقى عنده ريجولار شيب، شكل مش ثابت. distance between them يعني المسافات هنا قريبه خالص، صغيره خالص. طب هنا ريليتيفلي لارج يعني نسبيا كبيره، هي حته صغيره بس نسبيا كبيره. طب الجاز فيري لارج. تسمع كلمه ريليتيفلي تشك في الليكويد على طول نسبيا، لان هي ولا فريليتيفلي دي بص على الليكويد على طول. behavior from the property على الديستانس، يعني اللي منه الديستانس بتاثر عليه، الانتربارتيكل سبيس بتاثر عليه، فوليوم وكومبريسيبيلتي. فتلاقي بص ذكر لك فوليوم وكومبريسيبل. معنى كده ان السوليد عنده كونستانت فوليوم وعنده انكومبريسيبل، هو مش ما بيتضغطش. طب بص اللي بيأثر على تاني على الانتربارتيكل سبيس اللي ناتج من التاثير ان هنا برضه الفوليوم ثابت في الليكويد وانكومبريسيبل. طب الجاز بقى لا، الفوليوم مش ثابت وهو كومبريسيبل. تعال the movement of the particle، قال لي هنا بتلاقي البارتيكل stay in position only، بتعمل فايبريت. طب هنا البارتيكل يعني relatively local، يعني relatively عارف انت نسبيا بتتحرك كويس. طب البارتيكل move freely randomly. تعالى behavior resulting from the بص اول ما قلت موشن دخلت على الديفيوجن. اللي ناتج من الموشن، اللي ناتج من الموفمنت هي ديفيوجن. فلما يسالك في سؤال وات ذا ريزن، ليه مثلا الحركه بتاعت ده مثلا بوزيشن اول، تقوم قايل الديفيوجن ثرو ذم از فيري سلو. ليه الحركه بتاعت الموشن بتاع الليكويد ريليتيفلي لوكلي؟ عشان الديفيوجن ثرو ذم ان افريج سبيد. في الغاز الديفيوجن فيري فاست. ما تنساش الكلمه دي مهمه، الديفيوجن فيري سلو مهمه جدا. اعرف انه بيتكلم على السوليد، مهمه جدا، ذكرت جامد جدا في الكتاب في الاسئله. طب الديفيوجن بيتكلم عليه، قال لك ان هو اسمه بص افريج سبيد، اعرف ان هو بيتكلم على الليكويد. كلمه افريج كلمه ريليتيفلي مهمه جدا ومرتبطه بالليكويد. الجاز انا بديك ده عشان في الاسئله تبقى طالعه بفضل الله. الجاز حبيب قلبي مرتبط بكلمه فيري فاست، ان الديفيوجن بتاعه سريع جدا. صعب ده؟ طيب جميل. ايه تاني عايز اديهولك؟ ماشي. واخر حاجه بس عايز اقولها لك كده اضيفها لك، خلاص احنا خلاص خلصنا. ركز معايا جدا جدا والنبي في الحته دي عشان خاطر احنا طبعا عندنا ستيت اوف ماتر خدنا، انت ترجع معايا ما تقلقش، سوليد وليكويد. انا ايدي وجعتني عشان كده بكتب بطريقه وجاز، صح كده لحد كده في مشكله؟ وخدنا اللهم لك الحمد الخواص بتاعتهم وفرمناهم فرم، يعني مفيش احسن من كده. في يا مستر حاله ثانيه، ستيت ثانيه رابعه في ستيت رابعه للاسف، في ستيت رابعه اسمها بص اسمها البلازما. الله مش فاهم حاجه. يعني مش احنا كان عندنا الماده ممكن تكون سوليد وممكن تكون ليكويد وممكن تكون جاز؟ قال لك لقينا ان الماده ممكن تكون في حاله رابعه اسمها بلازما. ايه البلازما دي؟ تعالى افهمك يعني بلازما. جبنا جاز عادي خالص وادينا له، بص على الفكره دي، سخناه مثلا، ادينا له انرجي، ادينا له حاجه اسمها بص جبنا الجاز ده في
في الكتاب قال لك ايه؟ قال لك قربناه من حاجه اسمها ايه؟ الكتريك فيلد، من مجال كهربي. ماشي؟ فلما قربناه من المجال الكهربي هو خد عمل جيننج للمين يا مستر؟ خد جيننج لمين؟ خد جين انرجي، اكتسب طاقه. ولما اكتسب خد طاقه يعني اتسخن. معنى كده انت بقى عارف الحته دي في الميتال. الميتال كانت بتعمل ايه؟ بتعمل لوز، بتفقد. فبالتالي اللي هيحصل للجاز ان في جزء بص في الالكترون بتاعته هتطلع، فيحصل ان الالكترون هتطلع بره الاتوم فيفقد الكترون ويبقى عندك شحنات سالبه. وفي ان هو بعد ما يفقد هيتحول الى بوزيتيف ايون، اللي هو يعني ايه؟ هيبقى عندك حاجه اسمها بوزيتيف ايون. ايه البوزيتيف ايون ده؟ the substance that ايه؟ losed، اللي هي عملت فقد. يبقى بالتالي ايه البلازما دي بقى؟ قال لي البلازما دي عباره عن بوزيتيف and negative ion مع بعض، دي اسمها بلازما. دي الحاله الرابعه من الماده. بتيجي ازاي يا عم الحاج؟ من ان انا اجيب جاز اقربه من الكتريك فيلد، اديله الكتريك فيلد، فلما اديله الكتريك فيلد هياخد الطاقه، يبتدي الجاز ده يتحول لبوزيتيف في انه يعمل لوز فيتحول الى ايون بوزيتيف، ويبتدي انه يعمل لك يطلع لك نيجاتيف تشارج عشان هو عمل لوز للالكترون. الالكترون اللي هي نيجاتيف، يبقى النيجاتيف دي جايه من مين؟ من الالكترون. البوزيتيف دي جايه من مين؟ من السبستانس اللي عملت لوز فبقت بوزيتيف. فبقى عندك حاجه اسمها بلازما ستيت اللي هي حاله البلازما، ودي الحاله الرابعه اللي فورس ستيت اوف ذا ماتر. طب دي موجوده فين؟ تعالى بقى. موجوده، تعالى. قال لي اهو جبنا جاز، عملنا له، ادينا له طاقه. بس عايز اقول لك خلي بالك، لما انا جبت الجاز ده واديت له، ها انت بقى قول معايا، الكتريك فيلد. والالكتريك فيلد ده مهمته ان هو يديله ايه؟ يديله انرجي. شوف انا ببسط لك المعلومه ازاي. مهمته ان هو يديله ها انرجي. فراح جاي ايه اللي حصل؟ انت بقى قول معايا، عمل لك بوزيتيف وعمل لك نيجاتيف ايون، نيجاتيف تشارج انا اسف. النيجاتيف ده اللي هو الالكترون السالب، والبوزيتيف ده اللي هو الايه؟ ده السبستانس اللي عملت لوز، صح كده؟ قال لي شايف العمليه دي؟ مش العمليه دي انا عملت منها طردت الالكترون. كلمه طردت الالكترون دي اسمها عمليه التعين. عمليه التعين بالانجلش اسمها ايونايزيشن انرجي. يبقى تاني الموضوع بسيط خالص. اللي انا عملته ايونايزيشن بروسيس، عمليه التعين. يبقى تاني، جبت جاز قربته من الالكتريك فيلد، لما الالكتريك فيلد مهمته انه يديله طاقه، خد طاقه، فقد، فبقى فيه الكترونز اللي هي نيجاتيف تشارج. لما فقد بقى هو بوزيتيف ايون لان هو يعتبر ميتال. حلو؟ اللي حصل ده العمليه دي اسمها ايونايزيشن انرجي، عمليه التعين. صعبه دي؟ يبقى هو ايه؟ حد كده فيه مشكله؟ العمليه دي اسمها ايونايزيشن بروسيس اللي هي عمليه التعين، اللي هي عمليه فقد الالكترون. فقال لك يا مستر الحاله الرابعه وهي حاله البلازما. والبلازما دي بتيجي لما انا باخد غاز اسخنه، بعمل له ايونايزيشن، بعمل له تعين. طب الحاجات دي موجوده فين يا حبيبي؟ قال لك الكلام ده موجود في الماتر، ده بيبقى موجود في الاوتر سبيس، في الفضاء الخارجي. ماشي؟ زي الشمس فيها بلازما، الستار فيها بلازما، الكوزميك نيبيولي، كوزميك يعني فضاء او حاجه كوني انا اسف. ماشي؟ الحاجات الفضائيه او الحاجات دي كلها تبقى عباره عن صدى، انا اسف، عباره عن بلازما. ماشي؟ صعبه كده؟ طب يعني ايه يا مستر؟ يعني الصن يعني بقى بلازما، يعني فيها بوزيتيف فيها نيجاتيف. بوزيتيف اللي هي الماده نفسها لما فقدت عملت لوز للالكترون، نيجاتيف تشارج اللي هي الالكترون. فبالتالي الصن دي عباره عن بلازما ستيت. يبقى البلازما دي، الصن دي عباره عن سوليد. خليك بقى فاهم، الصن دي عباره عن بلازما ستيت. طب التطبيق اللي احنا خدناه من ده استخدمناه في ايه؟ قال لي حاجه اسمها الاير كونديشنر، التكييف اللي انا مشغله ده. التكييف ده حبيب قلبي شغال ازاي؟ قال لك جاب الجاز اللي هو الغاز بتاع حضرتك الهواء، وراح جاي اداله، انت بقى قول معايا، انت فهمت الفكره؟ اداله الكتريك فيلد. فلما اداله الكتريك فيلد اللي حصل؟ الالكتريك فيلد راح جه ادى للجاز جين انرجي، ادى للغاز انرجي، اداله طاقه. فلما الغاز خد طاقه اتحول لبوزيتيف، فقد، فبقى بوزيتيف ايون. وبعد كده بقى جنبه حاجه اسمها النيجاتيف تشارج اللي هي الالكترون. فنتج عنك حاله مين؟ الحاله دي اسمها حاله ايه؟ البلازما.
طب التكييف ده بيعمل ايه؟ البلازما دي مهمتها ايه؟ بتنقي لك الجو زي ما قال لك كده. بتعمل ايه؟ ذات الحاجات اللي البلازما دي مهمتها التشارج دي، الحاجات دي كلها مهمتها ان هي تعمل بريك داون، تكسر الهارمفول اير، البوليوتنت، الملوثات الضاره، تكسر الجيرمز، الطبقات، اند الفيروسات that result which lead to cleaner air. الحاجات دي مهمتها اللي هي البلازما دي مهمتها ليه عملناها بلازما؟ عشان تخلي الهواء مطهر من الملوثات، من الطبقات الجيرمز، من الهارمفول بوليوتنت، فبالتالي تتنفس هواء نقي. خلصنا الحصه الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني تعبنا جدا، الحصه دي اتعادت 4 مرات ليه؟ بصور وبتبص، فالحمد لله. كده خلصنا تشابتر 1، ان شاء الله نلقاكم في تشابتر 2، وركزوا جدا عشان في تلخيصات وحاجات كده انتوا مش قدها جايه في السكه وهتعجبكم ان شاء الله. يلا مع السلامه.